السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة وسعادة، امين يا رب العالمين. النهارده فيديو جديد، اتمنى لو اول مرة تشوفوني متنسوش اللايك والاشتراك، ونبدأ في الفيديو. اخيرا صلح. يعني انا لقيت فيه فيديوهات كده، صلح محمد رزق على حوارات، وصلح اهل الاء بحوارات، والكلام ده كله. طبعا يا جماعة هو ما كانش فيه خناقة اساسا عشان يبقى فيه صلح. هو كان في حد واحد هو اللي بيعمل المشاكل، اللي هو مين؟ محمد رزق. محمد رزق طلع وعمل فيديوهات ولايفات ان الاء ممنوعه من التصوير معاه، ان الاء ما ينفعش تدعمه، ان الاء عامله له بلوك، وقعد طبعا يتكلم في الحاجات ديت. واحنا طبعا يعني ايه، مش هنعيد ونزيد في نفس الحوارات اللي اتقالت قبل كده، ولكن احنا عايزين نوضح فكره. الناس دي مش متخانقه مع بعضها، ولكن محمد رزق اللي عمله هو اللي خلى في زعل اكيد بين العيلتين، ولكن هم مش متخانقين. اللي بقى يعني بأمارة ان نجار قاعدة عند محمد في البيت مع آلاء، يعني قاعدة مع محمد حوارات، فما فيش خناق ولا اي حاجة. الراجل لو متخانق هيقول لها اهلك ما يخشوش هنا، ولكن محمد حوارات ليه تفكير معين في ان انا يعني ما حدش يصور معانا او ما حدش يطلع على قفانا، وفي نفس الوقت برضو بيتعامل كويس مع اهل مراته. خلاص، بدل هو في حتة الشغل مش عايز تصوير، خلاص يبقى ما تصورش، ولكن هو بيتعامل بمنتهى الأدب والاحترام. وده كلام أم آلاء لما طلعت في الفيديو وقالت أنا ما يعني محمد جوز بنتي إنسان كويس، إنسان محترم، بيعاملنا كويس، بيعامل بنتي كويس، معايش بنتي كويس، خلاص. وبنتي دي أحن واحدة في عيالي، دي أمهم التانية، لولو دي أم عيالي التانية او ام اخواتها يعني. فحتى يعني محمد رزق ساعتها لا، الناس دول على راسي، الناس دول فوق دماغي. اظن محمد ده الكلام ده كان من الاول، الكلام ده كنت تقوله من الاول. انت الوحيد اللي كان فيه خصومة بينك وبين الناس دي، عشان ليه وليه ما بيصوروش؟ بدل ما تعتمد على نفسك وتقوم نفسك بنفسك، لا انت ماسك فيهم هم. وهقول بقى الحقائق، وقلت وعكرت اللبن. بص، احنا عندنا في الصعيد يا محمد بيقول لك ايه، اللبن ده عامل زي النسب عامل زي اللبن، لو اتعكر خلاص باظ. انت عكرته، انت عملت علامة ليك، وعملت حفرت في تاريخك يعني طريقة او يعني حاجة سيئة جدا تخليهم عمرهم ما هينسوا لك اللي انت عملته واللي انت قلته في حقهم، واسرارهم اللي انت طلعتها على الملأ. كان واضح قوي يا محمد ان والدتك ووالدك مش قادرين عليك، لان فين وفين لما قدروا عليك وطلعت واحدة معاهم، والدتك طلعتها معاك في اللايف واعتذرت وقعدت تقول معلش وده بيحصل. لا، ده ما بيحصلش ان الاخوات يطلعوا ياكلوا في بعضهم، او حتى يقولوا ان انت قعدت تقول عملت لي بلوك وعملت لي مش عارف ايه، والناس بتعلق لك دي عاقة، والناس اللي بقى يكتبوا يقولوا ما هي عيلة العقوق وبقت شبههم. اكيد كنت بتشوف التعليقات ده. المفروض كان من اول فيديو لا خلاص تمسحه وتقول انا اسف، اختي دي ست الكل. ولكن انت مهمكش لايف واتنين واربع فيديوهات ولا 4 لايفات، يعني ما كانتش حلوة منك. ولما هتكبر شوية زي ما قلت لك في فيديو قبل كده، هتعرف ان انت عملت حاجة سيئة جدا. بعد كده الست ام هنا تعبانة، ام نهال ربنا يشفيها يا رب العالمين، دخلت الفيديو لقيت الست بتتكلم على انها عندها نسبة الانيميا عندها عالية شوية. فطبعا جوزها قام زي اي راجل محترم، عمل الاكل والعصير ومش عارف ايه والكلام ده كله. ولكن يعني استوقفني رد فعل الناس، اللهم فين نهال؟ نهال ايه؟ امال الكلام اللي كانت بتقوله في الاول على موضوع لا اله الا الله، امال ايه اللي انتي بتقوليه واللي هي كانت بتقوله في الفيديو اللي طلعت بيه مع حسن في الساحل، وقالت انا اهلي كل حاجه بالنسبه لي، وامي واخويا وابويا ومش عارف ايه، امال بنتك فين؟ سايباكي ليه ومش سايباكي ليه؟ الناس ماسكه الكلام دوت على نهال، انها كانت بتلقح على آلاء في انها بتقول اهلي اولا واخيرا واهلي وجوزي والكلام ده، وهي كانت ولا بتلقح ولا كانت اي حاجة. هي كل ما في الامر ان هي يعني حسن بيقول لها انا ولا الناس التانية، او انا ولا خروجتك لوحدك، فهي حبت تبين له يعني كده ايه، نهال برضو ان هي ما بتنكرش اهلها ولا بتنكر حسن، انت كويس وبخير وزي الفل،
واهلي كمان كويسين، الست ولا قصدها تلقح ولا قصدها ترمي بالكلام ولا قصدها اي حاجه، كل ما في الامر ان انا اهلي كانوا معيشيني واهلي كانوا كويسين معايا واهلي والكلام ده كله، ولا كان قصدها تلقح ولا مصيبه. وفي نفس الوقت ده ما يتاخدش ضدها في انها سايبه امها، هي ولا سايبه امها ولا حاجه، هي مش سايبه امها. هي كل ما في الامر ان ممكن تكون راحت لها، ممكن تكون راحت زارتها، ممكن تكون شافتها، ولكن احنا ما بنصورش، ممكن يكونوا ما بيصوروش. فما فيش داعي بقى للناس اللي بتحب تولع الدنيا وتحب تقوم الدنيا ما تقعدهاش ان احنا نزود في المشاكل، وان احنا نقوله لا دي عملت دي خلت دي سابت امها، هي ولا سابتها ولا حاجه. وطبعا دخلوا علقوا على فيديو ام هنا، هيندموا الست انها عملت اصلا فيديو وهي تعبانه، اللي هو اي حاجه لازم نجيب سيره نهال، ان نهال وحشه ونهال ما بتروحش لامها ونهال. اتمنى ان الناس تهدى شويه كده اهوت، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك. يلا سلام عليكم.